السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في درس جديد من دروس الطرز باليد للمبتدئات. نحن في صدد الدرس العاشر إن شاء الله تعالى. أول حاجة غادي نوريكم في هذا الدرس اللي غيكون هو بعدا عبارة على الغرزة الفرنسية، أو كيقولوا لها بالفرنسية لو بوين دو نو، أو اللي كاين اللي كيقولوا لها غرزة الفشفاش. دابا أو كاين اللي كيقول لها كذلك غرزة الحموصة، يعني هادو كلهم أسماء كتدل على هاد الغرزة هادي. بالنسبة لطريقة الخدمة ديالها غادي نوريكم على جوج مراحل. هاد المرحلة اللي غتشوفوها معايا والمرحلة الثانية اللي غنطبقها لكم على واحد العمل كنقوم به أنا. هاد الحرير اللي كنخدموا به كنحاولوا نديروه على 4 الشعرات او 3 الشعرات، ماشي مشكل. الحرير ما يكونش مبروم، كاين اللي كيخدم مبروم، ولكن دابا انا كما تعودت معايا كنعطيكم الحاجه الاصيله، الحاجه كيف ما هي كانت خاصها تخدم، ماشي هادشي اللي عاد بداو كيضيفوه حاليا. فالحرير انا دايره على 4 الشعرات، يعني اللي في الجعبه هو اللي هزيتو كامل وجبدتو تيريتو باش يطلق راسو. يمكن لكم ديروا حتى على 3 ديال الشعرات، ماشي مشكل. بالنسبه للطريقه باش نبداو، اول حاجه غادي ندير واحد عقده البدايه باش نثبت الحرير ديالي. غنبدا من البدايه. شوفوا الطريقه اللي غنخدم بها. غادي ندير هاد الاصبع الاول الثاني الثالث، هادو ثلاثه غنديرهم هنا من تحت المرمى، وهاد الاصبع ديال الشهاده والاصبع الكبير فهما اللي غادي يبقاو يقططوا ليا الحرير فوق المرمى ديالي. اول حاجه كنقبط هكا الحرير بيدي بهاد جوج صبيعات، والابره ديالي كنديرها تحت من الحرير بهاد الطريقه، وكنلف جوج لويات. الا كنتو غديروا الحرير على 3 الشعرات فغتلويو 3 د اللويات باش تجيكم واضحه وباينه. نحاول نقرب لكم مزيان. مني كنديروا هاد جوج اللويات هكا تنبقى قابطه انا هاد الحرير بصبيعاتي وكنبعد بواحد ميلي، نكحز بواحد ميلي ونهبط. شوفوا انا مازال قابطه الحرير بصبعاني ويدي تحت المرمى كتسحب ليا الخيط ديالي. شوف لاحظتوا. نعاودو مره اخرى. غادي نبعد واحد المسافه باش نعلمكم الطريقه ديال استخدام هاد الحرير. هاد الغرزه عفوا كندير عفوا درت المسمار لتحت، كان خصني نديرو الفوق، بديت بالمقلوب ماشي مشكل. نتوما حاولوا المسمار د المرمى يكون الفوق باش مبقاش يشد لكم فيه الحرير ديالكم. غندير اللويه الاولى، اللويه الثانيه وانا قابطه بالحرير بصبيعاتي. هانتوما اللوله اللويه الثانيه، ونزيد بواحد ميليم هكا ونهبط يدي من التحت وانا قابطه الحرير بصبيعاتي مجبد، ما نخليش هكا مرخوف، لا نخليه مجبد هكا ونهبط. لاحظتوا. نعاود مره اخرى. ندير اللويه الاولى. هادشي علاش كنقول لكم الصمام ديروش لتحت، ديما كينزل عليه الحرير عاود بقى يقبط لكم، خصوصا الا كان الحرير ما ممرومش بعد يبقى يتشنتف ليكم. اللويه الاولى، اللويه الثانيه وانا قابطه الحرير بصبعاني. شوفوا دائما كنخليه مجبد، نحز بواحد الميليم وننزل. لاحظتوا. نعاودو مره اخرى. شنو كنا كنديرو؟ كندير 3 الصبعان تحت المرمى وجوج صبعان تيقبطوا ليا الحرير بهذه الطريقه. تندير جوج لويات ديالي او 3 على حسب شحال درت الحرير، ونكحز بواحد الميليم وانا مجبده هذا الخيط، ما يكون خليش مرخوف باش يبقى ثابت ليا. نهبط يدي من التحت ونجر الحرير. شفتوا المشاكل اللي كيوقعوا في هذه القضيه حتى لتحت.
لاحظتوا؟ وهكذا دوايح حتى كنكمل الخط ديالي. كما لاحظتوا شوفوا كيفاش كتجي. الحكمه هي الطريقه باش كنقبطوا الخط. كاين اللي كيعلم الغرزه الفرنسيه ما كيوريكش التقنيه ديالها كيفاش باش كتخدم مضبوطه، راه داكشي علاش ما كتجيش يعني محكومه هكا مرزه، يعني محزومه، يعني كشكل حموصه فعلا. فاللي باش تقنيها خصك تتبعي هادشي اللي تنقول لك، لان راه في التعليم ديال العقده الفرنسيه راه ما تيوريوش هاد الطريقه ديال انك كيفاش تطبطي الحير ديالك بين صبعانك. دابا نوريكم كيفاش نديرو وحده لاصقه في اختها. الا كنا نديرو هاد الطريقه خصنا نبداو من الفوق، نبداو من الاعلى. غنحاول تقلبت المرمى حتى تلمس مع الفوق باش ما يبقاش عندي داك الاشكال. هنايا يدور لي عليه الحرير. غادي ندير نفس الطريقه اللي قلت لكم، لوج جلويات. ودائما هذا الحرير اللي قابطه بصبعي يكون دائما مجبد، الا رخفتو تجيني خاطئه. لا اله الا الله. سمحوا لي حبست الفيديو واحد الاذان. كيف قلنا الخيط كيبقى هكا مزير يعني متيري، ونهبط وما نطلق منه حتى نوصل للنهايه. دابا ملي غادي نجي نخدم لي مورا غادي نبعد بجوج ميليم بحال هكا، بجوج ميليم. هكا بجوج ميليم. وني نعاود ندير نفس الطريقه ونرجع بميليم، بحكم ان غادي نقرب هذيك الاولى. نرجع بميليم ونهبط. لاحظتوا؟ نعاود نكرر، كنبعد بواحد جوج ميليم لتحت نلوي ونطلع بميليم للفوق. نعاود نكرر، نهبط بجوج ميليم نلوي ونرجع بميليم. صافي واضحه المساله. وهكذا حتى كنساليو الخط ديالنا او المسار ديالنا. جوج ميليم كنبعدو بها لتحت وكنرجعو نهبطو بميليم. هكذا حتى كنكملو. لاحظتوا؟ علاش كنبداو من الفوق ما نبداوش من التحت؟ باش مني كان نجيو نخدمو اللي من بعد منها كتعوض لينا ديك اللي قبل منها وكتجي على المنظر اللي خصها يكون به. عكس الا بدينا من التحت وزدنا الفوق ما غاديش تجينا هاد الحموصه هكا مربوطه مزيان. صافي، اذا الفكره راه وصلاتكم. فدابا غادي ندوزو نشوفوا الشكل الدائري. بالنسبه للشكل الدائري كنمشيو بنفس القاعده اللي قلنا هنا، كنبداو من الفوق نهبطوا لتحت وكنبداو على الرسمه ديالنا على الاطار هو الاول. تنخدمها نبعد بواحد جوج مليم ونزيد نرجع مليم. حاجه اللي غادي نبصي عليها مزيان، المرمى ديالكم تكون مزيره بزاف، الثوب يكون تيري مزيان في المرمى باش يساعدكم مزيان انكم تخدموها مزيان. صافي، شنو كندير؟ كنمشي بحال كنرسم الكادر ديالي، الاطار كنمشي عليه دائريا كيف ما بغى يكون الشكل ديال هذا الاطار. كنسبقوا الاطار هو الاول، كنخدموش بعشوائيه باش كيجينا داك الشيء يعني غرزه فرنسيه مضبوطه متقونه، ماشي ضرب ودوز. صافي، نكمل الاطار
ولا نعاود. لاحظتوا انا درت دائره صاير داير. دابا غادي نبدا عاوتاني فوق منها من بعد واحد شويه. قمت واحد 2 ملم على الدائره الاولى، وعندي نمشي حتى هنايا كذلك ومثال بدائره في الوسط. يعني غادي نمشي عاوتاني هذا دائريا، نخدم دائره عاوتاني في الوسط. وكيفاش غادي نبداو نخدموا هاد الشكل الدائري؟ بالدوائر. يعني ما غاديش نبقى نخدم في الوسط عشوائيا، وانما غادي نخدموا ان شاء الله يعني دائره وسط دائره، دائره وسط دائره، هكا باش كيجينا يعني مضبوطه، والشكل ديالها كيجي انيق وكتجي متقونه ماشي عشوائيا. لاحظوا معايا كنخدم الدائره عاوتاني في وسط الدائره حتى كنوصل للمركز اللي هو الوسط وكنختمها. لاحظتوا اللي غيدير 3 ديال الشعرات يدير 3 ديال اللويات باش تجي هكا باينه. ماشي مشكل على 3 ولا على 4. لاحظوا مزيان كيف كيتغادا دائره في قلب دائره في وسط دائره حتى كنكملوها. يعني حتى هنا غادي نمشي بنفس الطريقه، كنمشي وانا كندور. وغادي نوريكم الطريقه الصحيحه باش تدفنوا فيه الحرير اللي غادي تختموه. زعما ملي تسالى لكم الحرير تبغيو تغيروه او ساليتوا الخدمه ديالكم كيفاش ديروا. وحاجه مهمه في هذه الغرزه الفرنسيه واللي كتعتبر من الاخطاء والعيوب ديالها الا وقعت، ان يكونوا فراغات. يعني يكونوا فراغات ما بين هاد العقدات او هاد الحموصات او هاد الغريزات. فلا كانوا فراغات كيبانوا هذا عيب، عمل غير مكتمل. فدائما كنحاولوا اننا نردوا البال ان نمشيو حنايا محاكمين الخدمه ديالنا، يعني ما يجيش فيها واحد الفراغات اللي عاد تسبب لينا عيوب ويكون الثوب ديالنا مكشوف. فكتجي حموصه لاصقه في حموصه ركبه حدا حموصه. هانتوما كنمشيو. لاحظتوا الميزه ان ملي كنمشيو بالشكل يعني دائري، ملي كتكون عندنا شي دائره او شي حاجه هكا فكيخلي ان الشكل ديالها تيكون كانه مخدوم على آلة وماشي بيد متقون. هذه اللي كنسميوها بالخدمه ديال الدار. في الوسط نردوا بالنا ما يتشكلوناش، يعني نضبطوا الخدمه ديالنا مزيان. عفوا ما كيخش فراغات نهائيا يبقاو لينا في الثوب باش ما يكونش عندنا عيب في الخدمه. وهذه هي الخدمه كيف قلت لكم ديال الدار ماشي خدمه السوق، خدمه نقيه. هانتوما غنختم اخر دائره هي هذه، غتبقى ليا متشكله تما عقده واحده في الوسط فما غاديش نسمح فيها. ها هي ردوا البال هذه خصها تخدم. فكتبان لينا بحال شي عش حقيقي. لاحظتوا دابا شفتوا كي كيجي المنظر ديالها راقي. فدابا غادي نعقد. ردوا البال شوفوا واحد المساله. مني غادي ندير عقده ديالي هنايا شي بلاصه، ما نقبطش نقطع الخيط، لا شنو ندير؟ غندفن من التحت من هادو، ندفنهم هكا عاد نقطع. واضح؟ فكتمنكم التوفيق ان شاء الله ولنا تتم في هذا الدرس.
كما تشوفوا معايا دابا ان شاء الله كيفاش غادي نخدم هاد القليب ديال الوريضه. اول حاجه كنثبت الحرير ديالي بهذا الشكل، وكنبدا من الجوانب، يعني كنبدا في الجانب الاطار. كندير جوج لويات. شوفوا كيفاش نقبط المرمى، تندير 3 صبيعات تحت من المرمى ديالي وجوج صبيعات كيقبطوا لي الحرير. وممكن لكم كذلك تستخدموا الطريقه اللي كنت قلت لكم في البث المباشر على ان كيفاش تخدموا بالمرمى واقفه، واخا ما تكونش عندكم داك المرمى اللي عندها رجلين تخدموها بداك الطريقه اللي كنفيكسيو بها المرمى على لاطابل. كنقبطوها جوج صبعان هكا من الفوق بيدينا، وكنديروا جوج لويات هكا، وانا مازال قابطه بصبعي هاد الحرير، نبقى قابطه ما نطلقوش حتى نشوفوا كيتزيا الخيط على صبعي، عاد تنطلقوا بهذه الطريقه وهو تنزل ليا الغرزه ديالي او الحموصه ديالي في المكان المناسب. نعاود شنو قلنا، خصني نخدم على الاطار صاير داير حتى نكمل الاطار ديالي، عاد ندوز عاوتاني نخدم الوسط بحال هكا، نحدد المسار ديال الخدمه ديالي اللي غتكون بحال هكا، نكادريها باش كتجي عندي متناسقه منظمه ماشي عشوائيه، يعني غرزه فايته على غرزه متفوته على غرزه، فما غاديش يجي داكشي هو هذاك. هكا كنقدروا نخدموا حتى بلا مرمى. صافي انا غادي نكمل الكادر ديالي. لاحظوا كنبعد واحد شويه، ملي كنجي نهبط عاد تنهبط في المكان المناسب، حيت قلنا تنطلعوا في البلاصه اللي بغينا، وملي كنهبطوا عاد تنهبطوا في المكان اللي خصها تنزل فيه. صافي انا غادي نكمل هكا حتى نرسالي ونرجع لكم. هانتوما عاد كنبداو نعمر الوسط ديالي، حتى هو كنمشي به دائري حتى كنوصل للوسط، اخر غريزه فيه او اخر حموصه فيه. غنوريكم كذلك كيفاش كنخدموا على المساحه اللي كتكون كبيره. كما كتشوفوا دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كنخدموا المساحه اللي كانت كبيره. دابا غتشوفوا معايا كيفاش كنخدموا المساحه اللي كتكون كبيره او واسعه. فثبت الحرير ديالي نبعد مليم في نقطه البدايه على الاطار، يعني غنخدم الاطار هو الاول. عندي جوج لويات ديالي، فاش غادي نجي ننزل كما قلت لكم نبعدوا واحد مليم، نتراجعوا بمليم ونهبطوا كما كتلاحظوا كتثبت ليا. كنبعد كذلك بواحد جوج مليم، نطلع ندير بجوج لويات ديالي نبعد مليم وننزل باش كتجي وحده مترصه حدا اختها. عفوا عاوتاني نبعد بواحد جوج مليم، ندير اللويات ديالي العدد اللي كنخدم به هو اللي كنخدم به دائما، نرجع بمليم ونهبط، وهكذا كنمشي حتى كنوصل على الاطار كامل، كنمشي دايره عليه يعني من اليمين حتى اليسار، من جهه اليمين وانا دايره حتى جهه اليسار. وغنوريكم الوسط كيفاش غادي نعمر. كما لاحظتوا حنا درنا واحد صاير داير. ملي كتكون عندنا مساحه كبيره ولكن نفس الوقت يعني ماشي كبيره بزاف، فحنا كنمشيو دقه يمين دقه يسار دقه يمين دقه يسار، يعني كنخدموا باليمين وباليسار. عكس الا كانت عندنا المساحه كبيره بزاف او شي مساحه دائريه، فاحنا كنمشيو صايرين دايرين، يعني كنبقاو غادي كنكادريو حتى كنوصلوا للوسط ديال الخدمه كما وضحت لكم في المخطط على الورق. دابا انا مشيت دقه في اليمين
دابا عنده يمشيو دقه اليسار. وهذا الشيء ماشي يعني كنقول لكم غير هكاك، وانما باش كتجي الخدمه يعني متقونه مقاده، كتجي بحال مرسومه ماشي عشوائيه. لان كاين اللي كيخدمها بعشوائيه، فين ما ضرب هو هذاك، فين ما خدمها هي هذيك، في الاخير كتجي مشتته ما كتبانش هكا. يعني كيبان فيها بحال هاد الطريقه، شفتوا كتمشي بحال راها مخدومه بالمسطره، ماشي كتكون عشوائيه. صافي كنمشيو باليمين باليسار، اليمين باليسار، وحنا كنملؤو هاد الفراغ شحال ما كان عندنا. على الاقل كيكون واحد 4 3 ديال الضربات في الوسط. اما الا كانوا كتر راه هذيك الساعه كيخصنا نخدمو مكادرين باش ما كتشتليناش الخدمه. دائما كنبعد 2 ملم ونهبط ميليم للوراء، نرجع ميليم. شوفوا حركات يدي كيفاش كنخدم بها باش ما يتخرصش ليكم، ما يتعقدش ليكم، ما يترخفش ليكم. والغرزه الفرنسيه كتبغي المرمى تكون مجبده بزاف باش كتساعد انك تيريها داك الهبطه ديالها. ودائما انتبهوا ان الحرير ديالنا يكون يعني طرف غالب على طرف. اخوات، واحد المساله غادي نقولها لكم. انا غادي نديرها دابا لان وقعت لي. من غتبقاو تخدموا بزاف هاد الغرزه الفرنسيه يكون عندكم حرير طويل، راه غادي تولي عندكم اولي عندكم الحرير يعني هكا تبرم بزاف. فانا غادي نشد بالابره وندير لها بحال هكا عكس الاتجاه. شوفوا الحرير غيبقى يتحلي، شفتوا؟ خاصكم ساعه تحلوا الحرير باش يجي الفوليوم ديال داك الغرزه الفرنسيه يعني عامره، ما تجيش هكاك محدوره. صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى النهايه. شفتوا الحرير ديالكم بدا يتشنتف، بدا يطلق الزغب ديالو. هذا صافي ندفنو، ندير حرير اخر. في هادو في حاله البنات اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع الحرير دغيا كيخسر ليهم، حاولوا ديروا في 3 قصار من الافضل باش تجنبوا هاد المساله. ان الحرير الا كان في الغرزه الفرنسيه طالق الزغب ديالو الشعر ديالو فما كتغطي على المنظر ديالو. يعني الغرزه الفرنسيه خصها تكون بحال هكاك فيها لا بريونس، كتبري ومقببه وكتبان هكا ودايره بحال الرزيزه على شكل حموصه نيت. داك الشاش كنقولوا لها الحموصه. صافي انا نتوما لاحظتوا انا حسيت براسي بلي الحرير تبرم، انا عاود غادي نحلو هكا وعاود نخدم. لان بقوه هاد اللويات اللي كنلويو هكا بالابره على الحرير راه كيتبرم لينا الحرير ديالنا. وكل ما تبرم كل ما هاد العقده الفرنسيه كتجي مبروله، ما كتخليهاش تكون مسطحه وعامره كما بدينا. لاحظتوا كنمشيو يمين يسار يمين يسار، يعني كنلعبوا جوج ضربه على جوج جوايه. لكن ملي كتكون عندنا المساحه اكبر بزاف، يعني مساحه واسعه، او كتكون عندنا شكل دائري، فدائما كما قلت لكم كنخدموا بشكل دائري، كنبقاو كنديروا صاير داير بحال كنبقاو الكادر في قلب كادر في قلب كادر حتى النهايه. سمحوا لي ضربت في وسط الثوب. طلعت الابره على الثوب
حنا دابا على وشك النهايه. شوفوا دابا المسافه صغارت ليا، فهنا غادي تجي فقط ضربه في الوسط، المساحه الوسط ولات عندي عفوا صغيره. فاش غادي ندير هانتوما نبقى هابطه ضربه بهذا الشكل. ها هي الحرير عاوتاني تبرم، عاوده نرخفو نطلق. وغتبقى لي اخر ضربه. الحرير خرجت لي من الابره. صافي كما قلت لكم هذه اخر ضربه كتجيني هنايا. بهذا الشكل هذا لاحظتوا كي كتجي مرزه، كتجي بحال صف على صف على صف على صف على. اما الا خدمنا بعشوائيه راه كتجينا الخدمه يعني شوفوا من الظهر حتى هي كتجي يعني بحال مصافين، هاد الدوزات كيكونوا مصافين. فكل ما كانت الخدمه عشوائيه كتجي الخدمه يعني لا علاقه، كتجي يعني غير معمرين وصافي. صافي ندفنتها تحت الخيط نحل. شفتوا الظهر ديالها كي داير. فكنتمنى لكم انكم استوعبتوا الدرس مزيان، والى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.